كلنا تابعنا تطورات ملف الإيجار القديم وحكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 اللي حسم أمر مهم جدا وقال إن تثبيت الأجرة غير دستوري. بعدها مجلس النواب اتحرك ووافق على مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم، وتم إرسال مشروع القانون للرئاسة للتصديق عليه أو الاعتراض عليه حسب نصوص الدستور. وفي 9/7/2025 رئاسة الجمهورية أصدرت القرار الجمهوري رقم 368 بفضل دور الانعقاد التشريعي العادي لمجلس النواب، وبكده احنا داخلين على مرحلة جديدة خالص. السلام عليكم. بعد التطورات الأخيرة في قانون الإيجار القديم واللي كان آخرها قرار فض دور الانعقاد التشريعي العادي لمجلس النواب، تعالت الأصوات وظهرت آراء كتير من الناس على شبكات التواصل الاجتماعي، وكان محور الكلام في أمور كتيرة جدا، وأنا حابب أتكلم مع حضراتكم بشكل خاص مع الملاك من أجل التوضيح وأجاوب على تساؤلاتكم اللي اتطرحت الفترة الأخيرة، زي مثلا: هل نبدأ كملاك نبعت إنذارات ونرفع دعاوى قبل صدور القانون، ولا نستنى نفهم الصورة الكاملة في حالة إصدار القانون؟ لأن الموضوع مش بس قانون، دي مسألة قانونية وواقعية وإنسانية. وبص يا سيدي، صحيح الحكم الدستوري أنصفك، لكن ركز معايا، إحنا على بعد أيام من إنك تاخد القرار الصح. فالمحكمة الدستورية قالت في حكمها إن تثبيت الأجرة عند لحظة معينة من الزمن غير دستوري، وده أعاد الاعتبار ليك كمالك بعد سنين كنت بتاخد فيها الأجرة بدون عائد حقيقي. لكن خلي بالك، الحكم ده أصبح ساري من تاريخ 10/7/2025 بعد قرار فض دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب، لكن ده مش معناه إن التنفيذ بدأ فعليا على أرض الواقع لزيادة الأجرة، وده لأن في إجراءات لازم تتبع سواء ودية أو قضائية حسب العلاقة والظروف بينك وبين المستأجر. وفي كمان مشروع قانون أوشك على الصدور في الأيام الجاية، وبمجرد صدور القانون ده يتم تطبيقه تلقائيا، وأول مواد مشروع القانون ده هتكون زيادة الأجرة اللي أنت كنت بتعاني منها وبتعاني إن هي قيمة متدنية جدا في الفترات السابقة. واسمعني كويس، كل الناس اللي بتقول ارفع قضيه فورا غالبا مش بتقول الحقيقه الكامله، وكتير منهم هدفه اغراض شخصيه او دعائيه، وانت لازم تعرف موقفك بشكل واقعي من خلال اللي هقوله لك ده. موقفك القانوني حاليا ان مجلس النواب فعليا وافق على مشروع القانون وتم فض دور الانعقاد في 9 يوليو 2025 بناء على القرار الجمهوري. وبما ان القانون لسه في رئاسه الجمهوريه، فرئيس الجمهوريه معاه 30 يوم من تاريخ استلام المشروع يا اما يصدره او يعترض عليه، ولو ما اعترضش يتحول تلقائيا لقانون نافذ، والقانون غالبا هيصدر خلال ايام قليله قادمه. وخد بالك احنا في الاجازه القضائيه ومفيش جلسات قبل نهايه اغسطس، يعني حضرتك لو رفعت قضيه دلوقتي من المتوقع ان اول جلسه ليها هتكون بعد صدور القانون، الا اذا حدث ما لا يتوقعه احد وهو عدم صدور القانون. فليه حضرتك الاستعجال؟ والنصائح العمليه ليك في الوقت الحالي، لو انت مستعجل قوي تاخد اكشن او تاخد اجراء في التوقيت الحالي، حاول يكون الاجراء دوت تفاوضي، يعني تتفاوض مع المستاجر بهدوء مش تهدده، وحاول توصل لنتيجه ترضيكم انتوا الاثنين. اتفقوا وديا بقى على اجره عادله او اي تفاصيل تانية هتوافقوا عليها، وعلى فكره ده اسلم واسرع من القضايا. او الحل التاني والواقعي انك تنتظر صدور القانون رسميا وبعد كده يطلب القيمه اللي هيحددها القانون. وفي حاله رفض المستاجر الالتزام بمواد القانون او تعنت بعد صدور القانون، في الحاله دي بس جهز نفسك ومستنداتك لاتخاذ اجراء قانوني ضده. لكن دلوقتي انتظر صدور القانون. والخلاصه، اوعى تصدق اللي بيقول لك اتحرك فورا، القانون هو اللي هيفصل وحكم الدستوريه معاك، لان محدش قال غير كده. عشان ببساطه مهله صدور القانون اوشكت على الانتهاء، رفع الدعاوى قبل صدوره مش هيسبق الزمن، وخاصه ان في غطاء تشريعي متوقع صدوره، وهيكون هو المنظم للعلاقه بين الطرفين مالك ومستاجر. ولو ما صدرش القانون في الحاله دي اقول لك ماشي، ممكن ترفع دعوه تطالب بتحديد قيمه الاجره او ايا كان. ورسالتي لحضرتك ان الهدف الاساسي بالنسبه لك كمالك انك بتطالب بالعداله وانك تحصل على مقابل عادل، وانا عارف ومتاكد ان مش هدفك التضييق على الناس. وعايز اقول لك ان باذن الله حقك هيجي، لكن مش بالضغط او التشفي غير المبرر اللي الناس كتير بتدعو ليه لاسباب شخصيه ودعائيه بحته. وفي النهايه احنا مش ضد بعض، احنا اخوات في وطن واحد. انتظر وامشي بالاصول، واحترامك لانسانيتك قبل القانون هو اللي هيحميك، مش الاستعجال والهجوم والضغط على الناس في وقت محتاجين كلنا نكون سند لبعض. لو شايف الرساله دي تستحق توصل لغيرك شاركها، واستناني في الفيديو القادم باذن الله رساله من القلب الى المستاجر. اسال الله لي ولكم الخير كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وفي امان الله.